السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين وتعد عليكم بخير يا رب، وجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى أمة محمد. النهاردة هنعمل مع بعض عاشوراء بمناسبة رأس السنة الهجرية. أنا عاملاها عندي في القناة كذا مرة، بس بصراحة أنا بحب أعملها كل سنة. دي يعني عشان زوجي الحبيب كان بيحبها، فالله يرحمه ويرحم موتانا جميعا ويشفي مرضانا يا رب، واي حد تعبان ربنا يشفيه بحق الايام المفترجة دي عندك يا رب. واي حد ربنا افتكروه، ام، اخت، زوج، الله يرحمهم والحقنا بيهم في جنة الفردوس الاعلى. كل سنة وانتم طيبين وتعد عليكم بخير. انا حبيت بس اشارككم. هنعمل العاشورة بابسط الامكانيات واقل حاجة، واللي انتوا يعني عندكم في البيت اعملوه. مش هتكلفوا كتير، صدقوني. بربع كيلو دقيق، لا، بربع كيلو قمح اللي هو الغلة، يعني اللي بنعمله اللي هو الغلة اللي هي البليلة. هتقولي من عند العطار ربع كيلو بليلة. عايزة بقى بتزودي عشان تعملي أزيد اعملي وفرقي لو في استطاعتك اعملي. انا جبت الغلة ونقعتها، دي غسلتها كويس جدا ونقعتها حوالي 3 ساعات، وبعد كده غليت، حطيتها على النار وخليتها تغلي كويس جدا مع نص كوباية سكر، وهطفي عليها واسيبها تاني. فاهمين؟ يعني ايه ان هي هنطفي عليها ونسيبها تاخد بقى وتدي مع السكر زي ما انتوا شايفين كده. السكر ما شاء الله هيخش جواها، بحيث ان انتي هي الربع كيلو هياخد يعني من كوباية لكوباية الا ربع سكر. انا حطيت نصها. معانا بقى دي مقاديرنا زي ما هي تاني. كده. ده كريم شانتيه، هتجيبي كيس كريم شانتيه، ودي قشطه من وش اللبن، وكوبايه يعني ربع كوبايه لبن. طبعا عشان نعملها نضربها بالمضرب اليدوي او الكهرباء، او تعمليها على ايدك. انا هخليها زي قوام كريمي كده، بس عشان هضيفها للعاشوره. دي هنضربها ونحط بقى نقطتين فانيليا زي ما انتم شايفين. حطيت الكريم شانتيه، وبعدين حطينا المعلقتين دي عشان احطه على عاشور. ال- القشطه، وبعد كده عملنا حطينا الفانيليا، وهنضربهم بقى بالهاند بريندر بأي حاجة، بإيدك، بمعلقة، بمضرب، أي حاجة تديني القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. معانا بقى كوباية فيها ربع كوباية لبن. كل ده هنعمل بكيلو لبن. احنا بناخد منه، باخد اللبن اللي انا عايزاه اعمله 3 معالق نشا هرمية، يعني زي ما انتوا شايفين كده، ونقلبهم في اللبن الساقع على البارد، عشان دول هضيفهم ان شاء الله على العاشورة. بس خليته كده زي ما خلاص كل القوام بقى. وطبعا البليلة ده اللبن كيلو لبن بخيره من عند اللي هو من عند اللبان، عشان بيبقى فيه قشطة وكل قشطته موجودة فيه. احنا عايزين نخلي الحاجة كده قيمتها الغذائية عالية. بصوا زي ما انا قلت لكم، بعد ما غليتها سبتها بقى كده تاخد وتدي، وغطيت عليها الحلة زي ما بيقولوا فشرت، يعني كبرت كده ونفشت في قلب الميه بتاعه البليله. ما رميتهاش لان انا غسلها كويس جدا، فخلاص بقى. ورحت ضايفه كيلو اللبن. هنا بقى الخطوه دي عايزه تحطي نص كوبايه السكر الباقيه، حطيها طبعا السكر ده. ودي كوبايه صغيره كده، يعني مش كبيره قوي. اللي بيحب جوز الهند، حطيت كوبايه جوز الهند مبشور جواها. بس ادي القوام بتاعها. انا لسه ما حطيتش النشا، فهقلب بقى كده، وفي الاخر خالص هحط النشا. حطينا النشا بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفينه. هنحطه بقى كده ونسيبه بقى ايه، تاخد وتدي، تغلي كده، القوام بتاعها يمسك شويه لغايه لما كل المكونات تمتزج مع بعضها، يبقى زي انا ما جرشتهاش قوي، يعني هي ممكن تاخدي نصها تعمليه في الخلاط، والنص تسيبيه ايه ساده. بصوا انا علمت اهو كده، خلاص خلصت. بصي اتعلمي كده الكبشه من النص. لو اللبن ما جاش على بعضه، يبقى كده القوام بتاعها زي الفل. خلاص كده استوت وبقت جميله جدا. هنحطها بقى في الكاسات، في كوبايات، في بولات، اللي انت عايزاه بقى.
واعمليها. والله عملت بكمية وفرقي، اعملي على قد استطاعتك. والله ده يوم خير وبركة، واي حاجة هتعمليها ان شاء الله هتكون مقبولة عند ربنا. بس خلاص خلصت كده العاشورة بتاعتنا الحلوة. نزينها بقى زي ما انت عايزة بقى، مكسرات، زبيب. انا بصراحة كان عندي زبيب بس ما كانش فيه مكسرات. والله مش موجود خالص، يبقى سادة كده خير وبركة زي الفل وجميلة جدا. هنحط على الوش شوية زبيب. اللي مش عايز خالص بنسيبها سادة. هي فيها كل القيمة الغذائية، وهي فيها كل الحاجات الحلوة اللي احنا عملناها مع بعض. كل سنة وانتم طيبين. دي العاشورة اعملوها. ده ربع كيلو ربع كيلو قمح، اللي هو بتاع البليلة. بصوا ما شاء الله ما شاء الله عمل لنا كام كاس. يعني الحاجة بتبقى موفرة. شوفوا بقى، ما تشتروا الحاجات دي من بره بتكلفكوا ايه، ما تكسلوش. هو كيلو لبن. انا عارفة ان دلوقتي كل حاجة بقت غالية طبعا، بس صدقوني ما تعملوها في البيت مش هتطلع غالية زي ما بتشتروها من بره. والبيت انضف طبعا وكل حاجة مضمونة. ولا بقى يعني زي مش انا بص كل فيديوهاتي بقول لكم نفس الكلام، ان الحاجة تتعمل في البيت بصراحة بتبقى يعني لا يعلى عليها طبعا بنظافتك وانتي عاملة الحاجة بايدك تاكليها بنفس زي ما بيقولوا. كل سنة وانتم طيبين، ومتشكرة جدا لتعليقاتكم ولايكاتكم وكل المتابعين عندي على الصفحة، صفحة الفيسبوك وعلى صفحة وعلى اليوتيوب. يا ريت تزوروني، انا قناتي ماما دودو العربي، بقدم لكم احلى الاكلات والاكلات السريعه والسهله زي ما بيقولوا لكل البنات ولكل المقتبلين على الجواز. وهتعلمكم حاجه، هتفيدوا اي حاجه من معلومه مني. فربنا يا رب يسعدكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.